هنقول حاجه بقى يا مها، انت عارفه المستحضرات التجميل اللي بقى فيه حاجات طبيعيه اسعارها راحت فين؟ طبعا طبعا. في براند مش هنقوله طبعا، ده افضل كريم عين 15 مللي وصل سعره 5000 جنيه، لسه شايفاه امبارح. عين كريم للعين للهالات اللي تحت العين، بس هو فظيع، هو بيعالج الهالات، بيعالج التجاعيد والخطوط اللي حوالين العين، بينور العين، ما تفهميش هو بيعمل ايه. فهو حلال فيه ال 5000 جنيه، بس احنا مش هندفع 5000 جنيه. طبعا احنا جبنا المواد الفعاله الاساسيه اللي جواه بشكل طبيعي خالص، اللي هي المكونات الاساسيه اللي هو اصلا شغال عليها. وهنخلي كل واحده من تفاحه بتتابعك هتعملها في البيت وتتعلنا ان شاء الله. حلو قوي. هنبتدي كده مع بعض. اول حاجه هنجيب بيس كريم عادي، اي كريم بس يكون يا ريت كريم خاص بالعين، يكون ناعم سريع الامتصاص. تمام. مش تقيل يعني. اي كريم رخيص، ما تدفعش كتير، خفيف. ما تدفعش فلوس كتير خالص. تمام. وبعد كده هيكون معانا بقى حبه زيوت، هنقولهم مع بعض كده نرصهم. معانا لوز حلو، ده تفتيح طبعا ما اقولكيش. لوز حلو. شاي اخضر، والشاي الاخضر حلو جدا للناس اللي بيبقى عندها عروق بنفسجي وزرقاء كده باينه من تحت العين. زيت شاي اخضر. زيت شاي اخضر، انت لو شميتيه ريحته شاي اخضر مستخلص من الورق، حاجه ملهاش حل. الله. ومعانا زيت البابونج اللي بيهدي هنا برضو اي احمرار، في ناس بيبقى المنظر هنا مش حلو عشان محمر على طول. فمدي غمقان باحمرار شويه. ده بيهدي اي التهابات وبيعمل ترطيب هايل. وبعد كده معانا البرتقان ده خام فيتامين سي طبيعي امن. ماشي. والكافيين، الكريم اللي بقول لك عليه ده هم كاتبين عليه بالكافيين. بس نشتغل على طول، عشان شكلنا هنعمل النهارده وصفتين بس. بس احنا لينا لقاءات تانية كتير ان شاء الله. انا هشتغل هنا على طول، هاخد الكريم بتاعي هحطه هنا كده. ايوه. بصي هتلاقي الكريم حتى خفيف جدا، خفيف قوي، باين قوي، عشان ايه حاجه تكون خاصه بالعين تديني ترطيبه حلوه وتملى معايا التجاعيد. ده هيملى معايا التجاعيد. هحط من اللوز الحلو 5 نقط، يعني معلقه كبيره ولا معلقه صغيره؟ حوالي معلقه صغيره. معلقه صغيره. لوز حلو، لوز حلو، زيت لوز حلو. والزيت الشاي الاخضر برضه هنحط معلقه صغيره. بص لونه اخضر، نازل اخضر ازاي يا مها. فرق بقى جوده الزيوت اللي بتديها النتائج. بعد كده البابونج ده كمان فيه كورتيزون طبيعي. البابونج لما درسناه في الاروما ثيرابي فهو فيه كورتيزون طبيعي برضه، يعني معلقه صغيره. بعد كده زيت البرتقال فيتامين سي بقى. لا تقولي لي سمع فيتامين سي اللي بكام ولا مش بكام. ده هنحط برضه معلقه صغيره. انا بصي جايبه النهارده وصفات سهله ما فيهاش كركبه ولا لخبطه للناس خالص. زيت الكافيين ده البوب بتاع الوصف. ده هنحط منه 3 معالق. 3 معالق، يعني 3 اضعاف الزيوت اللي احنا حطيناها. بس كده عشان انا كده ايه. تمام. وبعد كده هنبتدي نقلبه كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه لما احضر الكريم بتاع العين الفظيع بتاعي ده احضر كميه تكفيني من 2 ل3. طب انا اعرف ازاي ان دي هتكفيني من 2 يعني لان احنا بقى بحضر يعني الكميه دي تكفيني اصلا 2 كده. الكميه دي تكفيني 2 لان منطقه العين اللي هي معلقه 3 معالق. 3 معالق. والبيس كريم اللي انا حطيته في الاساس ده معلقه اكل بس مليانه شويه، فرصه ايدي شويه. ايوه. والكريم الاساسي عشان الكريم الاساسي قلتوا معلقه كبيره مليانه من الكريم الاساسي. ماشي. يعني الكميه دي هكفيها من 2 ل3 اسابيع. احطها امتى وازاي؟ تحطها في علبه ثلاجه، علبه وتبقى مقفوله حلو وتعينها في الثلاجه عشان تفضل مديها نفس الجوده. بصي الكريم بقى لونه اخضر. عشان الشاي الاخضر. ما هو المزيج كله بيدي دي الدرجه النهائيه اللي هتديكي افكت ونتيجه في العين، عينيها هتنور. طيب بحطها امتى بنحطه الصبح وبالليل، بنرطب بيه صباحا ومساء تحت العين. ماشي. بناخد المنطقه دي كلها كده بالشكل ده كده. تمام. وممكن في ناس بيبقى عندها الهالات باندا واخده فوق وتحت. بيبقى الغمقان داير في العين. دي كله بقى تبتدي تاخدها كده عكس عقارب الساعه، طبطبه بالشكل ده. دي العين بس. لا للعين بقى، ممكن نستخدمه للوش كله. مش هيقول لا، بس هي متخصص للعين، يعني هو ده مناسب جدا لمنطقه العين. طب نلحق في دقيقتين نقول وصفه تانية ولا مش هنلحق؟ نلحق نقول الوصفه المعجزه، الوصفه السريعه اللي اي حد هيستخدمها لاي حاجه. ايه رايك؟ قوليها لي دي بسرعه. الوصفه ديت عباره مش لازم نخلطها بقى بس هنقولها على طول. بنجيب زبده شيا خام. زبده شيا خام. انا عارفه انها كويسه للشعر، دي هايله لكل حاجه، بس احنا هنستخدمها دلوقتي للبشره. دي وصفه تفتيح وكمان تجاعيد، شد الجلد
والبشره، تنفع للوش والجسم والاماكن الحساسه وكعب الرجلين، يعني ما فيش اجمل من كده في الدنيا. ماشي. وزبده جوز هند تجميلي، خاصه بالتجميل، مش زبده جوز الهند اللي بناكل بيها. تمام. احنا هنعملها بسرعه جدا جدا. يبقى زبده شيا وزبده جوز هند. مش عايزه اقول لك، بصي جمالها عامل ازاي. قد ايه؟ هنحط معلقه. ماشي. وهنحط زيها عشان ما اخدش وقت من الحلقه، هنحط زيها معلقه من زبده الشيا العاجي الخام. معلقه كبيره ولا صغيره؟ معلقه قدها بالظبط، معلقه اكل كبيره. اكل كبير. ماشي. وبعد كده هنحط عليها جليسرين نباتي. جليسرين نباتي. هحط برده معلقه كبيره من الجليسرين النباتي. هو في جليسرين نوع تاني؟ ده في حيواني وفي بترولي. لا ده نباتي. لو في وقت كمان ده قصه. الجليسرين النباتي ده مصلوم. بعد كده اللوز الحلو. اللوز الحلو بنحط معلقه صغيره خالص لوز حلو. ماشي. يعني احنا لو عملنا كده، احنا خلي بالكم، انا عارفه ان انتوا حقيقي هتحتاجوا فقرات كتيره من الموضوع ده، وهنبتدي نخلطها واحنا هنستغلها جامد جامد. عايزه اقول لك بقى، الجفاف اللي عمل للناس التهابات لفتره الشتاء، عامل التهابات وعامل غمقان الجفاف، ويقولوا لي مهما نجيب كريمات ونرطب ما بترطبش. الخلطه دي لمسه بسيطه جدا هتدي ترطيبه وشده وتفتيح مع الاستخدام. لايه بقى؟ لايه وايه؟ للوش. ايوه. لان هي دي بتعمل ترميم للجلد. يعني ايه ترميم للجلد؟ بتبدل الخلايا المتصبغه المتضرره بخلايا تانية طبيعيه وهاديه وما فيهاش اي تصبغات، بتنعم جدا وقتي. يعني للكوع للركب دي للكعب الرجل. كعب الرجل المشقق ده تنسى. تنسى مع الوصفه دي، مع الوصفه دي. وخاصه بقى لو حطيناها ولبسنا فوقيها كيس بلاستيك ساعه واحده. تقلع الكيس بالبلاستيك بقى وتدعي لك وتدعيكي. الله. انا عايزه الدعاوي يا جماعه. أيوة. انا الدعاوي دي مهمه قوي. الفقره دي انا هعملها كل اسبوع عشان انا عايزه دعاوي كل اسبوع. يا ندى انت نورتيني، وانا سعيده سعاده، لان انا حاسه ان فعلا ناس كتير هتستفاد من الحكايه دي. ان شاء الله. انا شخصيا حباها جدا. لازم تجربي بعد ايوه. عايزاكي بعد كده تبقي تقولي لنا على زبده الشيا هتفيد الشعر في ايه، لان ناس كتير بيقولوا لي وانا مش فاهمه. ونعرف كمان نعرف ازاي نعرف الناس ازاي تعرف المخلوط من المغشوش من الاصلي. الله عليكي. لا ده احنا عايزين نكتب مجلد ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا ندى، وانت نورتيني. نورتنا النهارده ندى الهمشري، خبير التجميل والاروما ثيرابي.